بآخر لا نحاسبه لكن نوجهه. رفض أن يرد على هاتف الفريق الوطني مثل ما قيل في الرواية الرسمية على الأقل، بأنه رفض أن يرد على المكالمة الهاتفية للناخب الوطني، ولم يتعامل باحترام مع غوركيف أو غيره. يعني هل هنالك إرادة للتخلص من هؤلاء اللاعبين الذين يتميزون محليا في سبيل مشروع يرمي إلى اصطياد عناصر أو يعني لاعبين من المدرسة الفرنسية؟ أنت عندما لا توفر الأجواء في البطولة الوطنية، كيف تحاسب هؤلاء اللاعبين وتريد أن تقارنهم باللاعبين الذين هم في أكاديميات وفي مدارس وفي أندية محترفة، كل أشياء متوفرة. أنت في البطولة يعاني، يذهب يلعب في ملعب يضربوه يشتموه، الحكم متسلط، الرئيس متسلط، الرئيس لا يدفع فلوس اللاعبين، يعني في مشاكل كثيرة يعيشها لاعب شاب. مدة زمنية لأي رياضي 10 سنوات. الأخضر هو يدي 700 مليون في الشهر ثاني، يدي 700 لكن لا يدفع له 700. هذه ربما ما يصرح به. ممكن ياخذ 100 والرئيس ياخذ. أنا لا أحمل كل الرؤساء، لكن ما أعرفه من خلال اللاعبين وإن كنت بعيد بعض الشيء أنه يعني لا يتلقون كل الأموال. في كل سنة هناك تعطيل، السنة الجاية تفوز بالمباراة الجاية، تفوز بالبطولة، مشاركة في إفريقيا، مهما يكون في الأخير أنه هناك أموال وليس هناك محاسبة. في الأخير عندما لا تحاسب الرؤساء لا صحيح. تحاسب نحن نحاسب اللاعبين. صحيح اللاعب ربما مستواه لا يسمح له بأن يدفع مليار مثلا، لكن أنت لماذا لا تعطيه 200 مليون وتحاسبه أيضا على المردود؟ لأنه هو يأخذ محترف صح. ويلعب هاوي. كريستيان غوركيف، هل ما زالت عندك مشكلة بأنه ليس الناخب الوطني الجيد؟ هذا مدرب أنا برى بأنه مدرب مدارس وأكاديميات. لو جيء به كمشرف فني على المنتخبات الصغرى ممكن كان يقدم لنا فريق. هذا درب في الدوحة أيضا، كان في نادي الغرافة، درب أيضا في فرنسا عدة أندية، لم يدرب فريق أو نادي كبير كموناكو. لذلك قلت بأنه لا يعرف إفريقيا عندما ذهبنا إلى ليس فقط إفريقيا، لا يعرف أندية كبيرة. لم يدرب مارسيليا أو موناكو أو ليون أو الأندية الكبيرة المعروفة. شعب الجزائر أكبر منه؟ أكبر منه بكثير. الجزائر ما وصلت إليه تحتاج إلى مدرب أكبر بكثير، مدرب الذي يستطيع أن يوفر ما لديك أو يوظف اللاعبين. كأسماء مثلا؟ كثيرون الأسماء. أقربهم إلى مخيلتك؟ أقربهم ممكن ليبي. أنا أرى بأن ليبي أجنبي لكن أجنبي. وطني جزائري أقصد. وطني الآن لا أرى بأن هناك مدرب يمكن أن يقود المنتخب. حتى ربح ماجر لم يعد يفكر كثيرا. منذ لحظات كنا مع بعض لا يفكر كثيرا في أن يكون مدرب، لأنه ظروف غير مواتية. عندما تكون مدرب يجب أن تكون لك علاقة مع رئيس الاتحاد. أول واحد رئيس الاتحاد، وهذا غير متوفر. ثاني اللاعبين وهذا غير متوفر. والحرب ما زالت قائمة. صح. فلا أرى بأن ماجر على الأقل الآن أن يكون مدرب المنتخب. قرأت في تصريح لك أنك نصحته بأن لا يكون خليفة روراو على رأس الفاف، ولكن قد يكون وزير جيد. أنا ممكن أراه بأنه يكون رئيس اتحاد الجزائر لكرة القدم، أو أيضا يكون هو الممثل للكرة الجزائرية على مستوى الوزارة وفي العالم، أي يتحدث المتحدث الرسمي لكرة القدم في الجزائر. أنا يعني لا أعرف سفير أكثر من سفير. أنا لا هذا أعرف. منصب شرفي وليس منصب صانع قرار. لا يستطيع أن يصنع القرار، لأنه في المجتمع الذي نعرفه في ظل وجود محمد روراو ولا يستطيع حتى ربما بعد، لأن ما نعرفه الآن نحن كجزائريين نعرف بعض أنه لا نعترف بالشيء الواضح. إذا اتضحت الصورة يظهر من يعمل ومن لا يعمل، لكن عندما تكون الفوضى لا أحد يعرف من يعمل ومن لا يعمل. المشكل أنه عندنا يجب أولا أن نعيد الرياضيين وخاصة جيل الثمانينات. لماذا هناك تكالب الآن في مشاكل بين الأجيال؟ صراع الأجيال الآن في كرة القدم. الثمانينات يقولون نحن الذين صنعنا الكرة. يعني تقر بأن هنالك صراع لكن لأن هنالك من ينفيه. لأن هناك فراغ. لأنه الأموال التي تعطى الآن لم تكن تعطى لقندوز وماجر وبلومي وعصاد وقاسي سعيد والمجموعة كبيرة. كانوا يتقاضون رواتب عادية جدا مثل حارس في مدرسة أو شيء. يعني يعطوه تلفزيون مثلا هدية بعد تحقيق بطولة كبيرة مثل إفريقيا مثلا. لكن الآن الأموال هذه تدوخ الثمانينات، تزعج الثمانينات، أنهم بالإمكانيات المتواضعة فازوا على ألمانيا، لأن هذا حق أيضا للثمانينات. ولولا التواطؤ على الجزائر، أول دولة في العالم
في كأس العالم تفوز في مباراتين ولا تمر إلى الدور الثاني. أول دولة في العالم منذ 1930، أول صح. دولة. ولكن توقفنا كثيرا عند هذه المحطة وعند هذا التاريخ. دائما يستخرج كشاهد، لأننا أبعدناهم من الساحة. لأن هؤلاء الذين نعرفهم جيل الثمانينات، دائما مهدي يقال سرباح، ألمانيا لا هذه نتيجة، هذه سيذكرها التاريخ، سيذكرها التاريخ وكتبت بأحرف من ذهب. ولكن ألا تعتقد بأننا وقفنا عندها كثيرا حتى على حساب الأجيال الجديدة؟ لا لم نقف عندها، لأنه لم يأخذوا حقهم. لأن الآن الحركة الرياضية في الجزائر أبعدوا هذا الجيل. أعطيني اسم من الثمانينات يشتغل الآن لا يستطيع يدرب صغار، لا لمينيم لا لكادي لا لجونيور لا لزولمبيك لا لكما يكون مساعد. لا يشتغلوا لأن لديهم، مش عارف، مع احترامي للجميع، لديهم عقدة أنهم الأفضل. لا لذلك يشترطون شروطا تعجيزية. لم يعطوا الفرصة. ماجر درب ونجح، حقق نتائج، ولكن لا يرى نفسه إلا مدربا للفريق الوطني وليس لفريق آخر. هذا شخص. لكن أين بلومي، أين عصاد، أين أسماء هذه لا زالت ترين حتى في أوروبا. بلومي فشل في التدريب، يعني قد ممكن يكون مشرف على مدرسة أكاديمية، مثلا مدرسة في كرة القدم، ممكن أن يعمل في معسكر شباب هذه المدينة، يعمل محلل مثل علي بن شيخ. ممكن، لكن مشكلتنا الآن أنه لا، نحن لا نتقبل الآخر. أنا أعرف كل شيء. بالعكس، يعني أسماء كبيرة مثل علي بن شيخ، أسماء كثيرة، كل شيء. لا أسماء كثيرة، مش بس علي بن شيخ، حتى المدرب الآن الذي ممكن لم يلعب كرة قدم وتكون في اس واصبح مدرب، يرى بان بن شيخ لا شيء، ويرى ان ماجر لا شيء، وبلومي لا شيء، لانه يرى بانه هو مدرب يمكن ان يقدم شيء. لكن خلافات ايضا خالف وجيل الثمانينات. هم يقولون بان نحن الذين صنعنا خالف، وخالف يقول انا صنعت جيل 82. يعني هذا مشكل يبقى حتى في لاعبي جيش التحرير، واندلعت خلافات ثنائيه حول هذا كبر السن. أثر على بعض اللاعبين. لكن الذاكرة ستذكر هؤلاء بخير. هؤلاء بصراحة لا يشبهون لا جيل التسعينات ولا، لأن هؤلاء ضحوا بكل شيء. هذو كانوا نجوم في أندية كبيرة. أنت لست من أنصار نظرية أنه جيل 2010 محى جيل 82؟ أبدا لا. لكل جيل إنجازه. والثمانينات أنا أرى شخصيا بين الثمانينات بدون أي شيء، لكن أنه كان في عمل قاعدي. هؤلاء الذين ذكرتهم أنت، جبهة التحرير الوطني، هؤلاء هم الذين كونوا جيل 82. هؤلاء هم الذين فازوا بكأس 90 إفريقيا. من كان مدرب؟ عبد الحميد كرمارلي رحمه الله. هذا كان من جيل جبهة التحرير الوطني. من قاد المنتخب الجزائري أيضا مشرفا مع خالف؟ سي رشيد مخلوفي. صح. من فاز بأول بطولة إفريقية للجزائر للأندية؟ حميد زوبة مع مولودية العاصمة. يعني هؤلاء الجيل، والإخوة سوكان لا ننساهم، ومحمد ماوش، يعني هؤلاء هم جيل الأفلان. هؤلاء الذين صنعوا الكرة في الجزائر، عندما عادوا إلى الجزائر لعبوا ودربوا في الجزائر. يعني أنا أرى بأن هذه علاقة أجيال تصنع الجزائر. ورياض محرز الآن كيف؟ محرز هو الأفضل. أنا هو الأفضل الآن. هو الأفضل. قبل فترة كنت قلت بأنك لا ترى في اللاعبين الجزائر، لم يكن ظهر محرز بشكل كبير، قلت ما عدا فيغولي وإبراهيمي لا أحد يستحق أن يلعب في البرصة أو في الريال. لا، لم يكن محرز قد ظهر بشكل، لم يظهر محرز. ظهر أنا أول مرة شفت محرز ويعني ملامح أنه سيكون لاعب كبير مباراة بلجيكا. وهنا نحمل أيضا ضايد، لعب مباراة بلجيكا ثم اختفى. كان أحسن لاعب بالنسبة لي، لم نشاهده من قبل. لعب مباراة واحدة بلجيكا وانتهى. لكن ما يقدمه محرز الآن لسه أنا الذي أشهد على هذا. الآن يفكرون في برشلونة، في ريال مدريد، صراعات بين الأندية الكبيرة، مانشستر يونايتد، ليفربول، أندية كبيرة. لكن إذا كان يريد النصيحة، أن ترى في البرصة أم في الريال؟ أنا أريد أن يبقى هنالك صراحة في ليستر سيتي، في ليستر، أو إذا ينتقل في إنجلترا. لأن يعني طريقة محرز، فنياته، سرعته، الخفة، التسديدات، المباغتة، المبادرة أيضا غير موجودة عند اللاعبين الإنجليز. قوة بدنية، كرات عالية، وأيضا السرعة. لا فنيات ولا ذكاء. صح. هذا لا ينجح في إسبانيا. أراه في ليفربول أو نادي أكبر من ليستر. لكن يستحق الكرة الذهبية عندما منحت له؟ يستحق أن يكون أفضل لاعب هذا الموسم في إنجلترا. يقولون أنه سيفوز بهذه الجائزة. كنت أتوقع أنك راح تقول لي ريال مدريد لأنك مدريدي. أنا كلاسيكو يعني الاثنين الفريقين مع بعض. طيب الأخضر بالريش أيضا، هل يمكن أن تعود إلى التعليق الرياضي بالمناسبة؟ لأنه هذا السؤال نسيته في البداية. ممكن
ممكن حتى في ظل هذه الموجة من احنا نعم، هنا سياسة القناة عندما تكون مسؤول إداري أو مذيع لبلاتو وبرامج لا يصلح لك. أنا كنت مدير مكتب إسبانيا، لم يكن يصلح لي كي أكون معلقا أيضا. عندك أعمال إدارية. كنت مدير المغرب العربي في الجزائر، وبعد 6 شهور غلقنا القناة، قالوا خلاص القناة من يقتل من، انتهت القناة خلاص. الآن غيرت الاسم، ساعدها تغيير الاسم من الجزيرة الرياضية إلى البي إن أجمل وبيئين، يعني يرتبط بالرياضة، لأنه عندها مكتب الآن في الجزائر بالرياضة. نعم، لأنه عنده أيضا علاقة بالرياضة أكثر من السياسة. علاقتك في القناة هي علاقة صداقة مع المالكين، أم مجرد يعني نجم من نجومها وموظف بارز فيها؟ بصراحة أنا الشخص الذي عرفته أول هو الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، اللي هو وزير الإعلام. يوم انتقلت من لندن، يوم وقعت المشاكل مع الأمراء في السعودية، انتقلت كمذيع كبقية الناس. بعدين مع العلاقة مع الاتصالات عرفت كثير من الناس، منهم الأستاذ علي، الأستاذ ناصر الخليفي، الشخص الذي يؤمن كثيرا بقدرات الشباب. واكتشف الجزائري، لست أنا الوحيد، اكتشف كثير من الجزائريين، واكتشف أيضا ما نستطيع أن نقدمه للقناة. وأيضا كان من المعجبين بالمدرسة الفرنسية التي نحن أقرب إليها من الأنغلوفونية. فأصبحت هنا علاقة خاصة، بداية من بطولة أوروبا في البرتغال 2004. كانت بالنسبة لي أفضل تغطية للجزيرة الرياضية آنذاك. طيب. يعني كانت أول تجربة وكان نجاح كبير. طيب، هناك أسئلة كثيرة قد يطرحها الجمهور، لو تكرمت الأخ بالريشة نجيب عليها باختصار. مثلا، هل تتوقع أنه زين الدين زيدان وأنت التقيت به أن ينجح كمدرب لريال مدريد؟ أظن أن ينقصه الشيء الكثير لكي يكون مدربا ناجحا. هو لا زال الآن في جلباب اللاعب. طيب، عندما يكون هنالك بعض اللاعبين، اليوم سيرجيو راموس ذكر كثيرا على أنه يساند الثورة السورية، كان له موقف سياسي وظهر على الفيسبوك وهو يلوح بعلامة 5 سنوات بعد اندلاع الثورة في سوريا. ماذا ينقص اللاعبين العرب والمسلمين عموما حتى يعني يسوقون مثل هذه المواقف السياسية والأخلاقية؟ لا أقول صحيحة أو خاطئة، ولكنه موقف في نهاية المطاف. موقف. هناك من لديهم شخصية قوية حتى خارج الملعب، هناك من هو منغمس في الرياضة فقط. أنا أذكر محمد أبو تريكة النجم المصري، الأوحد الذي لديه موقف تقريبا. لديه موقف. لا، حتى في حتى أفارقة. أنا أعرف مثلا عمر كانوتي اللاعب المالي الوحيد الذي في الملاعب الأوروبية كشف على قميص فلسطين. أوروبا كلها انزعجت من هذه الحركة. هناك كثير من اللاعبين يساندون القضايا التحررية في العالم. طيب، هؤلاء اللاعبون، أنت الأخضر بالريش، هل تستطيع أن تجاهر مثلا بموقفك السياسي مما يحدث في العالم العربي؟ أكيد. تحديدا إذا كنت تعمل في القناة الجزيرة وقطر أيدت ثورات الربيع العربي، هل يمكن أن تقول بأنه فعلا ربيع عربي؟ أنا صراحة ما يحدث الآن لا يشجع أي دولة عربية أن تفكر في هذا الربيع. هذا ليس ربيعا، ربما صيفا ساخنا. الدول العربية لم تستفد شيئا من هذا الربيع، والحمد لله أنه ندعو لبلدنا أنه يكون بعيد كل البعد، رغم أننا نوجد في مكان صعب جدا، النيران من حولنا، لكن أتمنى لكل الدول العربية أن تتحرر من هذا الربيع، تعود إلى ربيع الحقيقي وليس لهذا الربيع. دائما أطلب من ضيوفي، لو كانت عندك بطاقة حمراء تريد أن تخرجها لواحد سواء إعلامي أو رياضي أو مسير، لمن تخرجها؟ لا أحد. أنا أريد أن أكون يا سيدي بطاقة صفراء تنذره على الأقل. أنذر الذين لم يحسنوا التصرف في أموال الشعب الجزائري، وأنصحهم بأن هذا الشعب هو المفخرة. صحيح أن هناك كثيرون يقول بأن هناك من كافح وناضل من أجل هذا الوطن، لكن أيضا يجب أن يكافح من أجل أن لا نشاهد الأطفال والعجزة ينامون في الشوارع إن شاء الله. قلت لي باللي التعليق تركته قد تعود له. أنت مقدم برامج بلاطوهات خاصة بالدوري الإسباني تحديدا، وحتى رابطة أبطال أوروبا وغيرها. هل تعتبر نفسك الأهم في البين سبورت؟ لا أبدا، مقارنة بالمقدمين. لم أفكر أبدا في هذا الموضوع. بالعكس، أنت تعرف أكثر من الآخرين بأن العمل الإعلامي هو عمل جماعي، يشبه كثيرا المنتخب أو النادي أو الفريق، أنه لا أحد هو الذي يستطيع أن يدير كل شيء. على الأقل من بين القدامى الثلاثة الأوائل
في المحطة، لكن هذا لا أستطيع أن أقول بأنه ربما يرشحك لأن تكون الأفضل. هناك من يأتي بعدك ويكون أفضل منك، لأن المدة الزمنية لا تصنع الفارق أبدا. الأخضر بريش الإعلامي الرياضي البارز، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معي هذا المساء. شكرا جزيلا لك، بالتوفيق. تصبحون على خير. بآخر لا نحاسبه لكن نوجهه. رفض أن يرد على هاتف الفريق الوطني مثل ما قيل في الرواية الرسمية على الأقل، بأنه رفض أن يرد على المكالمة الهاتفية للناخب الوطني، ولم يتعامل باحترام مع غوركيف أو غيره. يعني هل هنالك إرادة للتخلص من هؤلاء اللاعبين الذين يتميزون محليا في سبيل مشروع يرمي إلى اصطياد عناصر أو يعني لاعبين من المدرسة الفرنسية؟ أنت عندما لا توفر الأجواء في البطولة الوطنية، كيف تحاسب هؤلاء اللاعبين وتريد أن تقارنهم باللاعبين الذين هم في أكاديميات وفي مدارس وفي أندية محترفة، كل أشياء متوفرة. أنت في البطولة يعاني، يذهب يلعب في ملعب يضربوه يشتموه، الحكم متسلط، الرئيس متسلط، الرئيس لا يدفع فلوس اللاعبين، يعني في مشاكل كثيرة يعيشها لاعب شاب. مدة زمنية لأي رياضي 10 سنوات. الأخضر هو يدي 700 مليون في الشهر ثاني، يدي 700 لكن لا يدفع له 700. هذه ربما ما يصرح به، ممكن ياخذ 100 والرئيس ياخذ. أنا لا أحمل كل الرؤساء، لكن ما أعرفه من خلال اللاعبين وإن كنت بعيد بعض الشيء أنه يعني لا يتلقون كل الأموال. في كل سنة هناك تعطيل، السنة الجاية تفوز بالمباراة الجاية، تفوز بالبطولة، مشاركة في إفريقيا، مهما يكون في الأخير أنه هناك أموال وليس هناك محاسبة. في الأخير عندما لا تحاسب الرؤساء لا صحيح. تحاسب نحن نحاسب اللاعبين. صحيح اللاعب ربما مستواه لا يسمح له بأن يدفع مليار مثلا، لكن أنت لماذا لا تعطيه 200 مليون وتحاسبه أيضا على المردود؟ لأنه هو يأخذ محترف صح. ويلعب هاوي. كريستيان غوركيف، هل ما زالت عندك مشكلة بأنه ليس الناخب الوطني الجيد؟ هذا مدرب أنا برى بأنه مدرب مدارس وأكاديميات. لو جيء به كمشرف فني على المنتخبات الصغرى ممكن كان يقدم لنا فريق. هذا درب في الدوحة، أيضا كان في نادي الغرافة، درب أيضا في فرنسا عدة أندية، لم يدرب فريق أو نادي كبير كموناكو. لذلك قلت بأنه لا يعرف إفريقيا عندما ذهبنا إلى ليس فقط إفريقيا، لا يعرف أندية كبيرة. لم يدرب مارسيليا أو موناكو أو ليون أو الأندية الكبيرة المعروفة. شعب الجزائر أكبر منه؟ أكبر منه بكثير. الجزائر ما وصلت إليه تحتاج إلى مدرب أكبر بكثير، مدرب الذي يستطيع أن يوفر ما لديك أو يوظف اللاعبين. كأسماء مثلا؟ كثيرون الأسماء. أقربهم إلى مخيلتك؟ أقربهم ممكن ليبي. أنا أرى بأن ليبي أجنبي، لكن وطني جزائري أقصد. وطني الآن لا أرى بأن هناك مدرب يمكن أن يقود المنتخب. حتى ربح ماجر لم يعد يفكر. الذي يؤمن كثيرا بقدرات الشباب، واكتشف الجزائري، لست أنا الوحيد، اكتشف كثير من الجزائريين، واكتشف أيضا ما نستطيع أن نقدمه للقناة، وأيضا كان من المعجبين بالمدرسة الفرنسية التي نحن أقرب إليها من الأنغلوفونية. فأصبحت هنا علاقة خاصة بداية من بطولة أوروبا في البرتغال 2004. كانت بالنسبة لي أفضل تغطية للجزيرة الرياضية آنذاك. طيب. كانت أول تجربة وكان نجاح كبير. طيب هناك أسئلة كثيرة قد يطرحها الجمهور، لو تكرمت الأخ بريشة نجيب عليها باختصار. مثلا هل تتوقع أنه زين الدين زيدان وأنت التقيت به أن ينجح كمدرب لريال مدريد؟ أظن أن ينقصه الشيء الكثير لكي يكون مدربا ناجحا. هو لا زال الآن في جلباب اللاعب. طيب عندما يكون هنالك بعض اللاعبين، اليوم سيرجيو راموس ذكر كثيرا على أنه يساند الثورة السورية، كان له موقف سياسي وظهر على الفيسبوك وهو يلوح بعلامة 5 سنوات بعد اندلاع الثورة في سوريا. ماذا ينقص اللاعبين العرب والمسلمين عموما حتى يعني يسوقون مثل هذه المواقف السياسية والأخلاقية؟ لا أقول صحيحة أو خاطئة، ولكنه موقف في نهاية المطاف.
موقف. هناك من لديهم شخصية قوية حتى خارج الملعب، هناك من هو منغمس في الرياضة فقط. أنا أذكر محمد أبو تريكة النجم المصري الأوحد الذي لديه موقف تقريبا لديه موقف. لا حتى في حتى أفارقة، أنا أعرف مثلا عمر كانوتي اللاعب المالي الوحيد الذي في الملاعب الأوروبية كشف على قميص فلسطين. أوروبا كلها انزعجت من هذه الحركة. هناك كثير من اللاعبين يساندون القضايا التحررية في العالم. طيب هؤلاء اللاعبون، أنت الأخضر بالريش، هل تستطيع أن تجاهر مثلا بموقفك السياسي مما يحدث في العالم العربي؟ أكيد تحديدا إذا كنت تعمل في القناة الجزيرة وقطر أيدت ثورات الربيع العربي، هل يمكن أن تقول بأنه فعلا ربيع عربي؟ أنا صراحة ما يحدث الآن لا يشجع أي دولة عربية أن تفكر في هذا الربيع. هذا ليس ربيعا، ربما صيفا ساخنا. الدول العربية لم تستفد شيئا من هذا الربيع، والحمد لله أنه ندعو لبلدنا أنه يكون بعيد كل البعد، رغم أننا نوجد في مكان صعب جدا، النيران من حولنا، لكن أتمنى لكل الدول العربية أن تتحرر من هذا الربيع، تعود إلى الربيع الحقيقي وليس لهذا الربيع. دائما أطلب من ضيوفي لو كانت عندك بطاقة حمراء تريد أن تخرجها لواحد سواء إعلامي أو رياضي أو مسير، لمن تخرجها؟ لا أحد. أنا أريد أن أكون يا سيدي بطاقة صفراء تنذر. لا ترى في اللاعبين الجزائر، لم يكن ظهر محرز بشكل كبير، قلت ما عدا فيغولي وإبراهيمي لا أحد يستحق أن يلعب في البرصة أو في الريال. لا، لم يكن محرز قد ظهر بشكل، لم يظهر محرز. ظهر أنا أول مرة شفت محرز ويعني ملامح أنه سيكون لاعب كبير مباراة بلجيكا، وهنا نحمل أيضا فايد لعب مباراة بلجيكا ثم اختفى. كان أحسن لاعب بالنسبة لي، لم نشاهده من قبل، لعب مباراة واحدة بلجيكا وانتهى. لكن ما يقدمه محرز الآن لسه أنا الذي أشهد على هذا. الآن يفكرون في برشلونة، في ريال مدريد، صراعات بين الأندية الكبيرة، مانشستر يونايتد، ليفربول، أندية كبيرة. لكن إذا كان يريد النصيحة، أن ترى في البرصة أم في الريال؟ أنا أريد أن يبقى هنالك صراحة في ليستر سيتي، في ليستر، أو إذا ينتقل في إنجلترا، لأن يعني طريقة محرز، فنياته، سرعته، الخفة، التسديدات، المباغتة، المبادرة أيضا غير موجودة عند اللاعبين الإنجليز قوة بدنية، كرات عالية، وأيضا السرعة، لا فنيات ولا ذكاء. صح. هذا لا ينجح في إسبانيا، أراه في ليفربول أو نادي أكبر من ليستر. لكن يستحق الكرة الذهبية عندما منحت له؟ يستحق أن يكون أفضل لاعب هذا الموسم في إنجلترا. يقولون أنه سيفوز بهذه الجائزة. كنت أتوقع أنك راح تقول لي ريال مدريد لأنك مدريدي. لا، أنا كلاسيكو يعني الاثنين الفريقين مع بعض. طيب الأخضر بالريش أيضا، هل يمكن أن تعود إلى التعليق الرياضي بالمناسبة؟ لأنه هذا السؤال نسيته في البداية. ممكن حتى في سياسة هذه الموجة من نعم، هنا سياسة القناة عندما تكون مسؤول إداري أو مذيع لبلاتو وبرامج لا يصلح لك. أنا كنت مدير مكتب إسبانيا، لم يكن يصلح لي كي أكون معلقا أيضا. عندك أعمال إدارية. كنت مدير المغرب العربي في الجزائر، وبعد 6 شهور غلقنا القناة، قالوا خلاص القناة من يقتل من، انتهت القناة خلاص. الآن غيرت الاسم، ساعدها تغيير الاسم من الجزيرة الرياضية إلى البي إن أجمل وبيئين، يعني يرتبط بالرياضة، لأنه عندها مكتب الآن في الجزائر بالرياضة. نعم، لأنه عنده أيضا علاقة بالرياضة أكثر من السياسة. علاقتك في القناة هي علاقة صداقة مع المالكين أم مجرد يعني نجم من نجومها وموظف بارز فيها؟ بصراحة أنا الشخص الذي عرفته أول هو الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، اللي هو وزير الإعلام. يوم انتقلت من لندن، يوم وقعت المشاكل مع الأمراء في السعودية، انتقلت كمذيع كبقية الناس. بعدين مع العلاقة مع الاتصالات عرفت كثير من الناس، منهم الأستاذ علي، الأستاذ ناصر الخليفي، شخص كثيرا منذ لحظات كنا مع بعض. لا يفكر كثيرا في أن يكون مدرب، لأنه ظروف غير مواتية. عندما تكون مدرب يجب أن تكون لك علاقة مع رئيس الاتحاد. أول واحد رئيس الاتحاد، وهذا غير متوفر. ثاني اللاعبين، وهذا غير متوفر. والحرب ما زالت قائمة. صح. فلا أرى بأن ماجر على الأقل الآن أن يكون مدرب المنتخب. قرأت في تصريح لك أنك نصحته بأن لا يكون خليفة روراوة على رأس الفاف، ولكن قد يكون وزير جيد. أنا ممكن أراه بأنه يكون رئيس اتحاد الجزائر لكرة القدم، أو أيضا يكون هو الممثل
للكرة الجزائرية على مستوى الوزارة وفي العالم، أي يتحدث المتحدث الرسمي لكرة القدم في الجزائر. أنا يعني لا أعرف سفير أكثر من سفير. أنا لا هذا أعرف، منصب شرفي وليس منصب صانع قرار. لا يستطيع أن يصنع القرار، لأنه في المجتمع الذي نعرفه في ظل وجود محمد رورا ولا يستطيع حتى ربما بعد، لأن ما نعرفه الآن نحن كجزائريين نعرف بعض أنه لا نعترف بالشيء الواضح. إذا اتضحت الصورة يظهر من يعمل ومن لا يعمل، لكن عندما تكون الفوضى لا أحد يعرف من يعمل ومن لا يعمل. المشكل أنه عندنا يجب أولا أن نعيد الرياضيين وخاصة جيل الثمانينات. لماذا هناك تكالب الآن في مشاكل بين الأجيال؟ صراع الأجيال الآن في كرة القدم. الثمانينات يقولون نحن الذين صنعنا الكرة. يعني تقر بأن هناك صراع، لكن لأن هنالك من ينفيه. لأن هناك فراغ. لأنه الأموال التي تعطى الآن لم تكن تعطى لقندوز وماجر وبلومي وعصاد وقاسي سعيد والمجموعة كبيرة. كانوا يتقاضون رواتب عادية جدا مثل حارس في مدرسة أو شيء. يعني يعطوه تلفزيون مثلا هدية بعد تحقيق بطولة كبيرة مثل إفريقيا مثلا. لكن الآن الأموال هذه تدوخ الثمانينات، تزعج الثمانينات، أنهم بالإمكانيات المتواضعة فازوا على ألمانيا، لأن هذا حق أيضا للثمانينات. ولولا التواطؤ على الجزائر، أول دولة في العالم في كأس العالم تفوز في مباراتين ولا تمر إلى الدور الثاني. أول دولة في العالم منذ 1930، أول دولة. ولكن توقفنا كثيرا عند هذه المحطة وعند هذا التاريخ. دائما يستخرج كشاهد، لأننا أبعدناهم من الساحة. لأن هؤلاء الذين نعرفهم جيل الثمانينات دائما مهدي سرباح، ألمانيا لا هذه نتيجة، هذه سيذكرها التاريخ وكتبت بأحرف من ذهب. ولكن ألا تعتقد بأننا وقفنا عندها كثيرا حتى على حساب الأجيال الجديدة؟ لا لم نقف عندها، لأنه لم يأخذوا حقهم. لأن الآن الحركة الرياضية في الجزائر أبعدوا هذا الجيل. أعطيني اسم من الثمانينات يشتغل الآن لا يستطيع يدرب الصغار، لا لمينيم لا لكادي لا لجونيور لا لزوليمبيك لا لكما يكون مساعد. لا يشتغلوا لأن لديهم، مش عارف، مع احترامي للجميع، لديهم عقدة أنهم الأفضل. لا لذلك يشترطون شروطا تعجيزية. لم يعطوا الفرصة. ماجر درب ونجح حقق نتائج، ولكن لا يرى نفسه إلا مدربا للفريق الوطني وليس لفريق آخر. هذا شخص. لكن أين بلومي؟ أين عصاد؟ أين أسماء هذه لا زالت ترين لحد في أوروبا؟ بلومي فشل في التدريب، يعني قد ممكن يكون مشرف على مدرسة أكاديمية مثلا، مدرسة في كرة القدم، ممكن أن يعمل في معسكر شباب هذه المدينة، يعمل محلل مثل علي بن شيخ. ممكن. لكن مشكلتنا الآن أنه لا، نحن لا نتقبل الآخر. مشكل أنا أعرف كل شيء. بالعكس، يعني أسماء كبيرة مثل علي بن شيخ، أسماء كثيرة. كل شيء. لا، أسماء كثيرة مش بس علي بن شيخ. حتى المدرب الآن الذي ممكن لم يلعب كرة قدم وتكون في اس تي اس واصبح مدرب، يرى بان بن شيخ لا شيء، ويرى ان ماجر لا شيء، وبلومي لا شيء، لانه يرى بانه هو مدرب يمكن ان يقدم شيء. لكن خلافات ايضا خالف وجيل الثمانينات. هم يقولون بان نحن الذين صنعنا خالف، وخالف يقول انا صنعت جيل 82. يعني هذا مشكل يبقى حتى في لاعبي جيش التحرير، واندلعت خلافات ثنائيه حول هذا كبر السن. أثر على بعض اللاعبين. لكن الذاكرة ستذكر هؤلاء بخير. هؤلاء بصراحة لا يشبهون لا جيل التسعينات لأن هؤلاء ضحوا بكل شيء. هذو كانوا نجوم في أندية كبيرة. أنت لست من أنصار نظرية أنه جيل 2010 محى جيل 82؟ أبدا لا. لكل جيل إنجازه. والثمانينات أنا أرى شخصيا بين الثمانينات بدون أي شيء، لكن أنه كان في عمل قاعدي. هؤلاء الذين ذكرتهم أنت، جبهة التحرير الوطني، هؤلاء هم الذين كونوا جيل 80. هؤلاء هم الذين فازوا بكأس 90 إفريقيا. من كان مدرب؟ عبد الحميد كرمالي رحمه الله. هذا كان من جيل جبهة التحرير الوطني. من قاد المنتخب الجزائري أيضا مشرفا مع خالف؟ سي رشيد مخلوفي. صح. من فاز بأول بطولة إفريقية للجزائر للأندية؟ حميد زوبة مع مولودية العاصمة. يعني هؤلاء الجيل، والإخوة سوكان لا ننساهم، ومحمد ماوش. يعني هؤلاء هم جيل الأفلان، هؤلاء الذين صنعوا الكرة في الجزائر. عندما عادوا إلى الجزائر لعبوا ودربوا في الجزائر. يعني أنا أرى بأن هذه علاقة أجيال تصنع الجزائر. ورياض محرز الآن كيف؟ هو الأفضل. أنا هو الأفضل الآن. هو الأفضل. قبل فترة كنت قلت بأنك